خير عليكم حبايبي، كيف حالكم؟ أخباركم؟ يومكم سعيد وحلو، إن شاء الله تكونوا بخير وكويسين. والله اليوم لقيت روحي فاضية، قلت نصور معاكم الفيديو هذا بناء على طلب وحدة من متابعيني تبي طريقة سريعة وفورية لتفتيح المنطقة اللي تحت الأبط، أو كيف ما نقولوا بالعامة تحت الباط. يعني سواء اللي حنديره تو سواء تحت الباط أو عند الركبة أو الكوع. أول حاجة حناخده عندنا سكر ونضيفه عليه شوية من زيت الزيتون. متضيفوش واجد، يعني زيت زيتون شوية لعند ما يقد كيف الرملة لما تقد هيك مبلولة. نغسل المنطقة اللي تحت الباط كويس بالصابون أو بشامبو أو بغسول عادي، ونشفوها. بعدين نديروا السكر مع زيت الزيتون كيف صنفرة حركة دائرية، بعدين نسيبوه 10 دقايق ونغسله وننشفه بمنشف. بعدين هنا القناع اللي حنستخدموه هذا كشيك كبير من الرز المطحون، كشيك كبير من الزبادي، نقطين من زيت الزيتون ونقطين من الليمون، والعسل النحل شوية مش واجد، ونعجنه بالحليب. نزلت الكمون مسقطة حتى هو للبشرة يجي يهبل، يطي الكمون من قبل أي حاجة ننزلها. ضروري نكون مجربتها يعني واستخدمتها وجبت نتيجة ننزلها، غير هيك ما ننزلش بصراحة أي حاجة. المهم نضيفوا الحليب بالتدريج لعند ما يتكون معانا خليط ما يقعدش سايح، يعني كويس. نضيفوه على المنطقة تحت الباط ونسيبوه عند ما ييبس أو ينشف بكل، بعدين نغسله نستخدموه يوم بعد يوم، حتى كيف ما قلت لكم للركبة للكوع. أنا دايرة شيشة مية حدايا هنا، وين ما نمشي معايا شيشة هذه نقدر نشرب منها. المهم بعدين هنا كنت طالبة بصراحة أوردر من نون، لما يديروا التخفيضات وعروض، بصراحة نحب تخفيضاتهم وعروضهم، وجربت منهم كذا حاجة بصراحة أسعارهم ما شاء الله. فكيف ما قلت لكم من قبل دايرة كيف مذكرة أو كتاب صغير هيك مثلا نكتب فيه الحاجات اللي ناقصة، الحاجات اللي محتاجت لها. المهم عجبني عندهم المنظم هذا ومتقسم، ولما يعني تضيفوا فيه الحاجات ينفرد طبيعي. فما زلت مش عارفة عشان نحط فيه بصراحة. عندي الأدراج فيه حاجات واجد، إن شاء الله نصور لكم كيف ننظمها يعني. وجبت منهم العلاقة بتاعت الشناطي هذه، حسيتها يعني توفر في المساحة. والعلاقة هذه متاعت حتى هي السياقة المكنسة حشاكم، نحسها منظمة مثلا ورا باب الكوجينة أو في البلكونة. المهم أنا حبيت نوريكم كيف رصيت الشناطي وخدني، يعني ما شاء الله تحسوا واسع، يعني ياخد شنطين ممكن صغيرات، المكان الكبير حطيت فيه الشناطي الكبار. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله يعجبكم ونشوفكم حبايبي مرة أخرى.